زي ما احنا شايفين مكان نضيف، مش عايزين نزبل حاجه. مكان يبقى انت اللي سنابوا صورين. والناس الحلوة سايقة يا سيدي يا جمال وماله كتير عليك وطالع مني حبة يا لسه شوية حبة طب يا جماعة حبة خليك جنب خلاص عليك يا سيدي يا جمال وماله كتير عليك وطالع مني حبة يا لسه شوية حبة طب يا جماعة حبة خليك جنب خلاص عليك مش لاقي حاجة خليك مش هتفرق إذا مش عشان أقول علينا دي حاجة كده تيجي علينا ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. قلت بقى كده احنا رايحين رحله للقلعه ورايحين رحله لحديقه الازهر، قلت اخدكم معايا في اجواء جميله جدا 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 واماكن ما رحتهاش خالص. انا اول مره الصراحه اروح القلعه، فكان يوم جميل كله طاقة كله حيوية. أتمنى الفيديو النهاردة يعجبكم، وأتمنى حبايبي من خارج مصر ينزلوا يشوفوا الحاجات الجميلة اللي في مصر. بجد بجد مصر هتعجبكم، والقاهرة كمان كده بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحاجات اللي فيها دي كلها حاجات عظيمة وحاجات جميلة. أتمنى بقى إن انتوا متنسوش في أول فيديو كده اللايك وتكتبوا لي رأيكم في الرحلة. وكانت رحلة الصراحة أنا والعيال وعبد محمد وأصدقائنا، كانت رحلة زي ما انتم شايفين كده، كانت رحلة جميلة جدا جدا جدا. ونحن نطلعها من السنة للسنة، ربي يبلغنا كده الأعوام الجاية إن شاء الله. دي حديقة الأزهر من بره. احنا الأول قلنا نروح القلعة وبعدين نروح حديقة الأزهر زي ما انتم شايفين. دي كل دي كده ابو محمد بيقول دي كلها كده مقابر. دي المنطقه دي كلها كده المقابر القديمه اللي في القاهره. المبنى قديمه جدا جدا زي ما شفتوا في اول الفيديو. برج القاهره دي برضك القلعه بس مناطق اخرى بسم الله ما شاء الله. يعني احنا عندنا والله العظيم معالم اثريه جميلة جدا جدا جدا. دخلنا المسجد بسم الله ما شاء الله. هتشوفوا بقية الفيديو، هسيبكم انتوا بقى كده تكملوا في الفيديو. حاجات الصراحة انا اول مرة في حياتي اخش القلعة واخش المسجد واخش المتحف وكمان نروح المناطق دي. اول مرة في حياتي كنت رايح الحاجات يعني المناطق دي. كان يوم جميل جدا جدا جدا، وكل رحلة ما بتحلاش غير بالاصحاب والاهل والاحباب. ربنا يا رب كده يديم علينا الحب الناس. حب الناس دي عموما من ربنا سبحانه وتعالى والله يا جماعه. حبيت بقى كده اخد لكم كل زاويه كده تشوفوها في القلعه. القلعه جميله جدا جدا جدا. احنا كنا متحدد لنا وقت معين في الرحله اللي احنا نروح من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه
2 بعد الظهر، يعني احنا في مكان معين كده متحدد لنا فيه. بسم الله ما شاء الله بقى. ده المسجد، يعني بصوا المنظر من جوه حاجة تانية، يعني المنظر بسم الله ما شاء الله تحفة 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 تحفة، يعني كلمة تحفة شوية. الزوار السياحيين بقى كل الأفواج من كل دول العالم. أتمنى حبايبي وإخواتي من خارج مصر لما ينزلوا القاهرة يزوروا القلعة ويزوروا المسجد ويزوروا كل حتة في القلعة، كل حتة في القلعة. بسم الله ما شاء الله جميلة قوي قوي، والنظام جميل والمكان نظيف. هسيبكم بقى كده في جولة بقى مع نفسكم كده وتكملوا الفيديو انتوا. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، وفضلا وليس امرا ما تنسوناش باللايك. ده بقى كده جوه في قلب المسجد. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. احنا لو مش كنا مرتبطين برحلة انا كنت قعدت كده في قلب المسجد ما اتحركتش الصراحه. يعني ابو محمد بيقول لي انت بتعملي ايه؟ بقول له انا بصور. بقول له لا خشي صوري جوه هتتبهري بجوه. جوه حاجه تانية. ده كان فوق كوري من كوريا، كانوا جايين بصوا يعني بيتأملوا كده في عظمة مصر، يعني في الحاجات اللي في مصر، المسجد والقلعة والمتحف واللي هو بتاع رايا وسكينة والحاجات دي كلها. كانوا الصراحة بيتأملوا فيها. ابو محمد بقى قال لي كده تعالي ايه نخش بقى نصور من جوه الصراحة المنطقة في الجامع جوه، يعني حاجة تانية. جامع جوه يا جماعة حاجة تانية الصراحة، يعني انا مش قد المهم ولا ايه الصراحة. ما تشوفوا المسجد من جوه، مسجد ده تحفة فنية. مسجد محمد علي باشا ده حاجة كده جامدة جدا 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 جدا، مش قادرة اوصف لكم. مش هتكلم كتير عشان انا مش عارفة اتكلم في الفيديو، بس بسم الله ما شاء الله الروعة، كلمة الجمال، كلمة كل حاجة جميلة ممكن تتخيلوها هتلاقوها في المسجد هنا. يعني مش قادرة اوصف لكم كلمة الجمال والحلاوة وكلمة الطراوة. انتوا ما تعرفوش الجو كان حر جدا جدا جدا، واول ما دخلنا المسجد من جوه جالنا هوا ازاي. اقسم بالله اقسم بالله ما انا قادرة اوصف لكم كمية الجمال وكمية الطراوة اللي جت في قلب المسجد. مش قادرة اوصف لكم شعور جميل كده لما تخش حاجة عظمة زي دي. انا مش قادرة اوصف لكم. اتمنى بقى ان الفيديو يعجبكم، متنسوش لايكاتكم الحلوة، وربنا يديم عنا الرحل والرحلات كمان وكمان، ويفرحنا ويفرح قلوبنا، ويبعد عننا الحزن ويبعد عننا الهم ويبعد عننا كل حاجة وحشة في حياتنا ان شاء الله بإذن الله. كل دول العالم تيجي تشوف المعالم الأثرية الجميلة اللي تفتح النفس وحاجة كده مش قادرة اوصف لكم جمالها ولا حلاوتها ولا اي حاجة فيها الصراحة، غير ان انا اقول لكم روعة 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 روعة. كل واحد كان من كتر الانبهار كل واحد مشغول في نفسه مش فاضي يصور اي حد. انا قاعده اقول لابو محمد طب تعالى صورني، عاوزه اتصور. كل واحد بجد مشغول في حاجه كده ان هو يصور. روحي يا فريد، روحي يا فريد، روحي صوري معاهم وكملوا انتوا الرحله. اطلع الطياره يا محمد. وانا هسيبكم بقى في الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. مع السلامه. خد يا بابا. خد يا بابا صورني. محمد يلا صورك يلا صورني. يلا صورك يلا.
بصوا الجمال. ما ينفعش. لا. تعالي يا فريدة، تعالي يا جنة. سوري يا احمد. ايوه واحده مش فينا كوريه. فين؟ هي ايناس بص لك اهي. هناك اهي. عارفه العماره العاليه دي ده باب ده تبان بقى بالليل اكتر. شفتها يا ايناس؟ يا لهوي لا ده عامله زي الضباب يا باشا. ده تبان. بصوا في الموبايل شايف. التالت صغير ما انت شايفاه. هو صغير ما انت شايفاه. وراه ما ينفعش نروح. هي حاجة رشقة. انا راشقه في المكان ده ولا واحد. لا مالك بتصور مع كل. ثانك يو. عربي؟ لا مش عربية، كروكية. لا ماشي. هي مسابقة شعرها حلو من نبدأ. لا عايزين يصوروا تعالوا كده شويه حنين. كسر تليفون. ميت يا محمد. تعالى صورني انت بقى فيديو. لا زمان مصورت وقت بقى. تعالى بقى. بس يا محمد انا هصورك. لا يا محمد. لا يلا تعالى عشان ندخلوا الريح السينما. يلا يا بنات تعالوا هنا، تعالوا الاول يلا. تتكلموش المفروض احسن عنه هيضرب الدنيا. بطولات الأولين نمضي إلى حيث يأخذنا الحنين لعصور خلت وأمجاد أبد
إلى أن تبقى على مر السنين وكأنما الماضي البعيد يولد من جديد. هكذا تم إنشاء المتحف الحربي بمبنى مقر وزارة الدفاع القديم بشارع الفلكي بعد عام من تقديم الاقتراح، ومنها انتقل المتحف لمقره المؤقت بحي جاردن سيتي بعد عام من تأسيسه، قبل أن ينتقل لموقعه الحالي الفريد بقصر الحرم بالقلعة عام 1949. جهد متعاقب يتم تتويجه اليوم بالتطوير الشامل والمتكامل لقاعة الملك من كنوز عسكرية فنية لا تقدر بثمن، بانوراما حية ومشاهد تتابعية زمنية للبطولات العسكرية المصرية على مدى العصور. تتجلى المعروضات في تتابع زمني تاريخي بدأ بالعصر ما معيش مش معايا والله.